عندنا كارثة في الزمالك، كارثة. التاريخ الرياضي سيتوقف طويلا بالفحص والدرس لكيفية إتمام هذه المهمة، كيفية تدمير نادي بحجم نادي الزمالك بالطريقة وبالأسلوب ده. تابع معايا، احكي لك قصة حصلت في نادي الزمالك لا يمكن تتخيلها. حركة بسيطة قوي، فساد إداري بسيط أدى لكارثة لا يمكن تتخيلها في نادي الزمالك، وتبعاتها أقسم بالله ما حد يتحملها. وبينما الزمالك غرقان في مصيبة وكارثة الله أعلم احنا هنخلص منها على فين، زوجات لاعبي نادي الزمالك كان لها رأي آخر، عندها موضوع تاني هتحكيه لك أو أنا هحكيه لك برضه في نفس الفيديو. السلام عليكم. انا عايز اكلمكم في موضوع حصل او كارثه نسيبه حصلت او احنا عملناها جوه نادي الزمالك بجمله النصايب اللي احنا بنعملها. بس لو كان في كوارث ونصايب حصلت في تاريخ نادي الزمالك من 1911 وحتى الان فكل ده هيبقى كوم، والنسيبه اللي احنا عملناه كوم. يعني النسيبه دي الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده يتخطى 6-1 بتاع الاهلي، ويتخطى ال10 سنين لعجاف، ويتخطى اي حاجه نادي الزمالك مر بيها خلال الفتره بتاعته او خلال ال 110 سنه اللي فاتوا. انا هقول لكم على حاجه النهارده قمه في الغباء، ونادي الزمالك اتورط توريطه مش هيطلع منها خالص. قبل اي حاجه انا عايز اقول لكم حاجه عن النادي الاهلي. يعني بمناسبه موضوع نادي الزمالك، النادي الاهلي اقر الميزانيه بتاعته بمبلغ يتخطى ال9 مليار جنيه. 9 انت سامع صح، 9 مليار جنيه. ده النادي الاهلي، دي الميزانيه بتاعت النادي الاهلي. عشان انا هكلمك النهارده مش على ميزانيه نادي الزمالك، لان نادي الزمالك ما فيهوش ميزانيه. انا هقول لك ان نادي الزمالك في كل الالعاب، في كل الالعاب مجتمعه كده، في كل الالعاب مجتمعه كده ممكن ينزل درجه تانيه، او ممكن يتلغى النشاط الرياضي اصلا في نادي الزمالك بسبب الكارثه اللي احنا عملناها. لان ببساطه شديده احنا جبنا حد في نادي الزمالك ادينا له صلاحيات، لان هو يعني هو شاطر في موقعه، شاطر ان هو مدير رياضي. واحد زي جون ادواردو ده احنا سلمناه مفاتيح النادي بايدينا، انت هتدير الدنيا كلها. جون ادواردو ده عمل حاجه بسيطه قوي دمر بيها نادي الزمالك حرفيا لمده لا تقل عن 15 20 سنه قدام، بمبالغ طائله اتاخدت من البنوك واتاخدت من مستثمرين ومن رجال اعمال على اساس ان هم هيعملوا استثمارات في فرع نادي الزمالك في 6 اكتوبر. يعني انا خدت فلوس وخدت استثمارات من الناس عشان احطها في فرع 6 اكتوبر بتاع نادي الزمالك، واخدت الفلوس دي وجبت بيها صفقات ودفعت بيها ديون على نادي الزمالك وحليت بيها قواضي ومشاكل جوه نادي الزمالك، والفلوس اتصرفت. بمعنى اصح فلوسكم بضاعتكم، يعني الموضوع انتهى، احنا صرفنا الفلوس كلها. نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، نادي الزمالك جايب اللعيبه وما فيش فلوس يقبض مرتبات الناس الشهر اللي جاي، لان كان في دفعات المفروض المستثمرين هيدفعوها او بواقي فلوس ما جاتش. ليه؟ لان الارض اتاخدت من نادي الزمالك. طب ايه موضوع الارض وايه اللي هيحصل في الارض؟ حاجه من اتنين هتحصل في الارض ما لهمش تالت. اما ان نادي الزمالك يرجع او يرجع ارض 6 اكتوبر تاني، وفي الحاله دي مش هتبقى الفرع اللي الزمالك عايزه، هيبقى استاد. لان في موضوع كده او خاص بالاجراءات بتاعه النادي ان هو يعني ما ينفعش يكون في استثمارات، لان هو حاجه تبع الدوله يعني، او حاجه خاصه بالعقود، حاجه كده يعني، ان انت ما ينفعش تعمل فيه استثمارات اصلا. فانت ده هيبقى استاد، فالفلوس اللي انت خدتها دي كلها هتبقى ديون عليك كنادي الزمالك، انت المفروض هتسددها. وانت اصلا عليك فلوس في الوقت الحالي، وعليك تكلفه ان انت هتبني بيها الاستاد، لان انت لو توقفت عن العمل الاستاد ده هيتسحب منك. يعني حتى الحاجه اللي انت كانت هتساعدك او هتزود لك دخلك ولو بنسبه بسيطه اللي هو الاستاد ممكن يتوقف لان انت ما عندكش فلوس. فالزمالك ما فيهوش فلوس، الزمالك ما معهوش الارض، الزمالك عليه فلوس بتوع المستثمرين والرعاة والناس اللي راحت استثمرت في ارض 6 اكتوبر. الزمالك لابس في حيطه، جون ادواردو هو المتحكم والامر الناهي، وحسين لبيب رئيس النادي ملوش اي علاقه بالموضوع ولا من قريب ولا من بعيد. الزمالك دخل في دوامه بسبب الاجراءات اللي اتخذت او بسبب المستثمرين اللي حطوا فلوسهم في نادي الزمالك، وحتى الان مش قادر يخرج منها. في الوقت اللي فيه النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، ما هو بص المشاكل بتفرق عن بعض. احنا كزملكاويه غير الاهلاويه، احنا بنفرق عن بعض في كتير قوي. الاهلاويه مشاكلهم في الحياه ان كابتن محمود الخطيب مش هيترشح لفتره رئاسيه جديده. يعني انت عندك ميزانيه 9 مليار وعندك لعيبه بتكسر الدنيا وانت زعلان ان كابتن محمود الخطيب هيمشي. طب نادي الزمالك الناحيه الثانيه معهوش رواتب او فلوس للنادي كله، للعيبه الزمالك كلها في كل الالعاب، لكل موظفين الزمالك. الزمالك ما فيهوش فلوس بمعنى اصح. فالزمالك عليه فلوس ومحتاج فلوس ومفيش ارض او مفيش فرع.
او مفيش الاستثمارات مش هتكمل، الناس مش هتكمل دفعاتها والناس هتطالب بفلوسها. فالزمالك دخل في وضع ما فيهوش قومه الا لو جه حد دفع للزمالك الفلوس دي. يعني لازم يجي حد كده، يعني حد رجل اعمال كده ملياردير يتبرع للزمالك بالفلوس اللي المستثمرين دفعوها واللي الزمالك صرفها. غير كده ممكن يترفع قواضي على نادي الزمالك ويبقى في احكام قضائيه وتبقى في بلاوي احنا في غنى عنها، وحاجات هتدمر نادي الزمالك حرفيا لمده 15 سنه قدام. تبعاتها هنشوفها على مدى 15 و20 سنه قدام. الزمالك بيتعرض يعني لأسوأ فتره في تاريخه في نفس الوقت اللي فيه النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله عليه. انا والله مش بحسد، والله انا بكلمك ان انت في وضع وانا في وضع، انا مختلف عنك. انا عندي كارثه ماليه في نادي الزمالك وانت عندك فائض مالي. انت عندك فائض مالي مش عليك ديون، انا عندي كارثه ماليه. انا ما عنديش فلوس جوه نادي الزمالك خالص، وعليا فلوس للمستثمرين اللي اتدفعت، وفي نفس الوقت انا مطلوب مني ان انا ادفع رواتب اللاعبين مرتباتهم، وفي نفس الوقت يعني رواتب الموظفين والاستادات والحفلات والسفر ورايح وجاي وافريقيا والدوري والكاس والانتقالات وكلام من الزمالك حرفيا بيعاني في نفس الوقت اللي فيه النادي الاهلي. هي الموضوع اداره، عشان كده في رئيس نادي انت مش عايز تمشيه زي كابتن محمود الخطيب، انت بتحاول تحافظ عليه بكل الطرق. انت مش عايز تمشيه ليه؟ لان الراجل ده نجح، الراجل ده وصل لك الميزانيه ل 9 مليار جنيه وكسور. فالراجل ده نجح في شغله، انت عايزه، مش عايز حد في الزمالك، او سوري اللي في الزمالك مش عايزين حد يبقى رئيس النادي لان مفيش حد ناجح. يعني لو قلت لي حسين لبيب يمشي اقول لك ما يمشي، مرتضى مش هقول لك ما يمشي، فلان هيمشي هقول لك ما هيمشي. ما فيش حد ناجح في مكانه. كل اللي بيجي همه على نفسه، ما عندوش بقى ايه زي هناك في النادي الاهلي، الاهلي فوق الجميع وبنحافظ على اسم الكيان واجيال بتتوارث كل الكلام ده ما فيش منه. ففي رئيس نادي انت عايزه مش عايز تمشيه، وفي نفس الوقت الناحيه التانيه في دمار مالي وفي كوارث يعني ما حدش هتخيلها الفتره اللي جايه دي. انا في حاجات هتجيلي من داخل نادي الزمالك، كل حاجه هتيجي هطلع احكيها لكم اللي بيحصل بالظبط، وربنا يستر على اللي جاي في نادي الزمالك. سيبك بقى من كل الكلام ده والكارثه بتاعت نادي الزمالك والانهيار المالي اللي حصل والنادي الاهلي والتسعه من، سيبك من كل الكلام ده كله وتعالى في حته لذيذه بقى. عشان احنا لما يكون في مصيبه عندنا او كارثه احنا بنبدع، يعني في ابداع بيطلع من عندنا. المره دي ما طلعش من الجمهور ولا طلع من اللعيبه، طلع من زوجات اللعيبه. زوجات اللعيبه تقدر تقول كده. انا مش عارف احسبها ازاي مثلا، يعني المعيشه الدنيا اتكعبلت معاهم فعايزين يشوفوا وظائف او هم بيشغلوا نفسهم، الله اعلم. بس انا حاسبها بوجهه نظر اخرى. لما زوجة محمد عواد تنضم للبرنامج الاذاعي لقناه نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك، وتشتغل، ومباشره زوجة حسام عبد المجيد تعمل نفس الموضوع، يبقى في حاجه غلط. يعني انا الموضوع ده انا معايا مصادر، بس انا اتمنى تكون المصادر دي بنسبة 100%، لان الموضوع بجد فعلا هم اشتغلوا في الراديو الاذاعي الخاص بنادي الزمالك، زوجات لاعبي نادي الزمالك. الموضوع يعني انا ما اعرفش هل في زوجة لعيب في النادي الاهلي عمل الموضوع ده ولا لا، بس زوجات اللعيبه في مرحله انت يعني الدنيا الظروف كلها بتقول للزمالك انت هتنتهي، وهم يعني ما اعرفش بيعلوا على بعض. يعني هي بتعلي عليها، يعني مثلا زوجة محمد عواد تشتغل في برنامج قناة نادي الزمالك في الراديو، فزوجة حسام عبد المجيد عايزه تعلي عليها غارت مثلا بديك مثال، غارت عايزه تعلي عليها. فالله اعلم بقيه لاعبي نادي الزمالك هيعملوا ايه، زوجات لاعبي نادي الزمالك هيبقى مناصبهم ايه جوه نادي الزمالك، هيشتغلوا في ايه. انا ما يهمنيش على فكره بالمناسبه زوجة مين تشتغل فيه، ما يهمنيش. انا يهمني هل هي مناسبه للمكان ده ولا لا، ده كل اللي يهمني. ما يبقاش الموضوع اللي هو ايه عند، احنا مش بنعند ببعض، احنا ده نادي، والله يا جماعه ده نادي، ابوس رجليكم مش وقته. والله العظيم ثلاثة ما وقته اللي احنا بنعمله ده، اللي انتوا بتعملوه ده مش وقته، ده نادي. لو حضرتك شايفة او الناس شايفة ان انت مناسبة في المكان ده اهلا وسهلا على راسي من فوق. لو حضرتك الناس مش شايفة ان انت رايقة على المكان ده اخلعي، احنا مش ناقصين. فيعني انا مش عارف. انا تعبت، انا تعبت والناس تعبت، وهم مش في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. احنا في كوارث، احنا بالنسبه لنا احنا كجمهور تاريخ احنا بنشجعه، مش نادي احنا بنقبض منه، ده تاريخ. بالنسبه للعيبه ما تخيل لو كنت اتولدت اهلاوي كان ايه اللي حصل، الوضع بتاعي كان ايه دلوقتي.
لو انا مشجع اهلاوي دلوقتي، كان زماني بقول لك ايه. انا بجد والله العظيم، انا بحسد جمهور النادي الاهلي بالنادي بتاعه، لان انتوا عندكم كميه استقرار، يعني مشاكلكم تافهه يعني. الحاجات اللي بتحصل عندكم بتضايقكم تافهه، تكاد تكون مش موجوده. احنا عندنا كنادي الزمالك، شكرا سبحان الله. وهنا اقدر اقول لك صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك، وان شاء الله الايام اللي جايه هيبقى في تطوير في القناه كويس جدا، ومحتوى هيعجبكم جدا جدا جدا. تابعني واستنى الفيديوهات، وان شاء الله من افضل لافضل ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.